هبة، في ايه؟ مالك؟ هو انا ليا لازمه؟ يعني ايه ليكي لازمة؟ يعني قولي لي حاجه واحده بس انا ليا لازمه فيها. في المدرسه شايفين دي اخر اشيل الكتب واصحح لهم كراريس، وفي المعمل بعمل شغلانه اي حد بيعملها. لازمتي ايه؟ ربنا ما خلقش حد ملوش لازمة يا هبة، حتى لو كل اللي حواليه مش شايفين ده. وايه لازمه ام بقى ما لحقتش تنقذ ابنها وهو بيموت؟ استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. استغفر. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لو كان معاكي 20 زيك وحاولوا وقتها يعملوا حاجة، ما كانش حاجة هتحصل. أمر ربنا هو اللي هينفذ. هنعمل إيه طيب؟ معلش، انا عارفه، بس انت لسه ما جاوبتينيش على سؤالي. قولي لي حاجه واحده بس انا ليا لازمه فيها في الدنيا دي، ايه هي؟ أنا يا هبة، مش أنت عملتي لي عملية الزرع بطولك؟ ده مش مهم؟ ده ملوش لازمة؟ رجالة شحطة بشنبات في مركز الغسيل لما كنا بنروح، مش كنا بنشوفهم قاعدين على ركابهم بيعيطوا جنب عيالهم وأهاليهم مش عارفين يعملوا حاجة؟ اللي انت عملتيه ده كبير، والله العظيم كبير قوي. أنا مش عارفة انت ليه بتقللي نفسك؟ ليه؟ ما هو أنا لو كنت لسه بصحتي كنت عرفت أساعدك، كنت عملت كتير، والله كنت عملت لك كتير. بس أنا اللي بقيت شيلة تقيلة، أنا اللي بقاليش ليا لازمة خلاص. أنا عارفة كده، مش عارفة أعمل حاجة، والله أنا عارفة إني بقيت شيلة تقيلة. اهم حاجه انك معايا، مش عايزه حاجه تانية. أمر ربنا حصل وخلص، انتهى. مش كده؟ مش كده؟ خلاص، أنا أصبر، أحتسب، وأمر الله إنك تقلبي الصفحة بقى، تبدأي من جديد. حاضر. معلش. ايوه كابونج. يا ابله هبه، والنبي بقى حلي، احنا بنغرق. ما هو معروف ان الدكاتره بتاخد فلوسها كامله قبل العمليه. وده ما كانش اتفاقك معايا. او انت مالك يا هبه؟ انت متوسطه للراجل ده ليه؟ هو في حاجه انا مش عارفها؟ مصلحه مثلا؟ مصلحه؟ انا غلطانه ان انا فكرت ان انت ممكن تساعدني. كنت مستنيه ايه لما انت سبتني في عمليه امي ومشيت؟ انا بساعد الناس دي لوجه الله عشان ما لقيتش حد يساعدني في عمليه ماما. لو لسه شايله اني سبت عمليه ماما، افتكري ان انا فضلت جنبك لحد ما دخلت المستشفى، بتابع كل حاجه من غير اي فلوس. كتر خيرك. هتقدر تساعد الناس دي بقى زي ما بلغتهم ولا لا؟ الست حالتها صعبه قوي يا هبه. انا بقى قلقان ما تخرجش منها يجي يقول لنا مالكوش عندي حاجه. انا اقدر اساعد كتير. انا وانتي هنتفاهم بسرعه وده كويس. طول الوقت كنت بحس ان انا وانتي شبه بعض اكتر من ثابت. طلع ثابت بره الموضوع وخلينا نتفاهم عشان الست شكلها هتروح فيها. ماشي، العمليه هتتعمل بس الفلوس مسؤوليتك. بس بعدها لازم نقعد ونتكلم نتكلم فيها يا دكتور. في كل حاجه، في اللي فات، في اللي جاي ان شاء الله.
قبل فاتن خلاص ما بقتش محتاجاني اقعد جنبها. ان شاء الله هعدي عليها كده من وقت للتاني عشان خاطر اطمن عليها، بس الدكاتره قالوا كل حاجه تمام الحمد لله. تسلمي لي يا خيريه، تعبناكي معانا. طمنيني. درويش طلع عينينا، هلكنا. ربنا يسترها بكره بقى، امه شكلها تعبانه قوي، شكلها مش هتقوم العمليه. ربنا يستر يا رب. بقول لك ايه يا خيريه، مم. تعرفي تجيبي ادويه ماما بس تكون بسعر كويس؟ هي مبلغ طبعا، يعني صدقيني هحاول ادور يعني على سعر ارخص، بس هي غاليه قوي يا هبه. ماشي، مش مشكله اللي تقدري عليه، بس انا والله خلاص ما بقتش ملاحقه يا خيريه. طب ما تجمدي شويه قلبك كده يا هبه، انت تقدري تروقي علينا كلنا. بقول لك ايه يا خيريه، انا قلت لك ان انا مش هاخد فلوس من ورا الموضوع ده، ولا درويش ولا غيره. خدي. تعبناكي معانا. دي محبه مني لاولافات، اعتبرهم فلوس كده للادويه. والله العظيم ما هينفع، ده لا 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 حقك. والله، لا والله، خلاص خليهم معاكي. انت بس فكري في اللي قلت لك عليه يا هبه، فكري كويس، الدنيا بايظه. شكرا يا خيريه.